أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. هنبدأ ناخد آخر درس في الوحدة الأولى بالنسبة بيتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي. بس ما تنسوش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس. وأي حاجة محتاجينها تقدر تكلمونا في التعليقات. هنبدأ نتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. ايه هي العوامل المؤثره في مناخ الوطن العربي؟ اول حاجه الموقع بالنسبه لدوائر العرض تؤثر في المناخ. كلما اقتربنا من دائره عرض الاستواء ترتفع درجه الحراره، كلما بعدنا عن دائره عرض الاستواء تقل درجه الحراره. لو انا بتكلم كده وبقول دي الكره الارضيه، في النص دي دائره عرض الاستواء، الشمس بتتساقط عليها متعامده، فهنا بترتفع درجه الحراره عند دائره عرض الاستواء. طيب كل ما ابعد عن دائره عرض الاستواء شمالا او جنوبا ايه اللي بيحصل؟ تنخفض درجه الحراره. طيب درجه عرض الاستواء بتمر في جنوب الوطن العربي، تبقى تنخفض درجه الحراره كلما بعدنا عن دائره عرض الاستواء. طب كلما اتجهت جنوبا في الوطن العربي ترتفع درجه الحراره. ايه تاني؟ قال عند المسطحات المائيه، القرب والبعد عن المسطحات المائيه يؤثر في المناخ. ازاي؟ الاجزاء الساحليه اللي بتطل على البحار تتميز بالمناخ المعتدل. طيب المناطق الداخليه او بنسميها القاريه او الصحراويه تبقى بعيده عن تاثير البحر، ماشي، فتتميز الحراره فيها بتكون مرتفعه صيفا منخفضه شتاء. عندنا بعد كده حاجه اسمها التضاريس تؤثر في مناخ الوطن العربي في حاجتين. عامل الارتفاع، كل ما اطلع 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجه الحراره درجه واحده مئويه. هنلاقي تلج هنا فوق الجبل ده زي قمم جبال لبنان. اتجاه الكتل الجبليه تؤثر في توزيع كميه المطر. بقول لك السفوح المواجهه للبحر اخذر مطر من السفوح الداخليه، بسبب ان هذه السفوح تصطدم بالرياح المحمله ببخار الماء فتسقط الامطار وتقل كلما اتجهنا الى الداخل. مثال جبال اطلس، إذا السحابه خبطت فين؟ في الجبل هتنزل هنا مطر غزير. طب وهنا منطقه تقل فيها المطر وتسمى منطقه ظل المطر، زي جبال اطلس اللي بتطل على ساحل البحر المتوسط. كده مع بعض التدريب ده. جوانب سفوح الجبال المواجهه للبحر اخذ المطر من السفوح الداخليه بسبب اصطدام الرياح المحمل ببخار الماء طبعا بالجبال. المناطق الساحليه المطله على البحر تتميز بالمناخ المعتدل. طيب كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تنخفض. ما العلاقه بين اتجاه الكتل الجبليه وتوزيع كميه المطر في الوطن العربي؟ تؤثر اتجاه الكتل الجبليه في توزيع كميه المطر. ازاي؟ السفوح المواجهه للرياح اخذر مطرا من السفوح الداخليه. خلينا ننهي كده ونقول الاقاليم المناخيه الموجوده في الوطن العربي. الوطن العربي مناخ متنوع. الله عز وجل وهب الوطن العربي مناخ متنوع، نتيجه مترتبه على ذلك ساعد على تنوع النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه، مما ادى الى تكامل الدول العربيه فيما بينها. طيب الخريطه اللي قدامنا دي هنلاحظ ايه؟ الاقاليم المناخيه بالوطن العربي تمثل فيه اقليم البحر المتوسط في الشمال على ساحل البحر المتوسط. طيب والاقليم الصحراوي يشمل معظم الوطن العربي اللي بنلاقيهم باللون الاصفر ده 80%. الاقليم المداري موجود في الجنوب في 4 اماكن هنذكرهم لما تبقى نوصل ليهم ونشرحهم. طيب اول اقليم اتكلم عنه اقليم البحر المتوسط، يمتد في الاطراف الشماليه للوطن العربي على ساحل البحر المتوسط. المناخ بتاعه وصف المناخ اللي انا فيه،
ارتفاع درجة الحرارة صيفا، تعتدل درجة الحرارة شتاء، وتسقط الأمطار. الأجزاء اللي تنتمي لها مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، كلها بتطل على البحر المتوسط. النبات الطبيعي غابات معتدلة، ودي موجودة فوق منحدرات الجبال غزيرة المطر، زي جبال أطلس ومرتفعات بلاد الشام والعراق. أما أشجار البلوط الفليني والزيتون والأرز، والأرز اتخذته لبنان شعارا لها، اذكر ما تعبر عنه العبارة. شجرة من أشجار البحر المتوسط واتخذته لبنان شعارا لها، قول له شجر الأرز. الحشائش هناك المعتدلة، الحشائش اللي السبس موجودة بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي، كالزير شتاء وتجف صيفا، تربى عليها الأغنام والماعز. طيب بعد كده عند الإقليم الصحراوي يمتد بين إقليم البحر المتوسط شمالا والإقليم المداري جنوبا في معظم دول الوطن العربي. مساحته كام؟ قال 80% من مساحة الوطن العربي، وده أكبر أقاليم من حيث المساحة. ليه؟ درجة الأمطار أو قلة الأمطار. طيب المناخ بتاعها الصيف مناخ قار شديد الحرارة خاصة بالنهار، والشتاء مناخ قار شديد البرودة خاصة بالليل. النمط الطبيعي سؤال بيجي دايما في الامتحان، يتنوع حسب كمية المطر. تنمو أشجار قصيرة في المناطق قليلة المطر، تنمو نباتات شوكية كالصبار في المناطق نادرة المطر، ويعيش بالإقليم حيوانات زي الزواحف والإبل والغزلان. عندي طبعا دي صور للحيوانات الموجودة. آخر إقليم عندي أتكلم عنه إقليم مداري. الإقليم المداري موجود في جنوب الوطن العربي، معظم جمهورية السودان، جنوب موريتانيا، وسط الصومال، جنوب غرب شبه الجزيرة العربية اللي هي في اليمن. خصائص المناخية الصيف ترتفع درجة الحرارة وتسقط الأمطار. الشتاء تنخفض درجة الحرارة ويسود الجفاف. الغابات غابات مدارية تشبه الغابات الاستوائية ولكن تكثر بها أشجار الصمت، بما تفسر أشجار الصمت أهمية اقتصادية كبيرة يستخرج منها الصمت العربي اللي بيلزق بالكتب والحاجات دي. طيب الحشائش الحارة اللي هي السافانا تتدرج في الطول بسبب تدرج المطر. تعتبر حديقة حيوان طبيعية، يوجد بها أنواع متعددة من الحيوانات، الزراف والأفيال والأسود والنمور اللي هي حيوانات أكلة العشب وحيوانات آكلة اللحم. بكده نكون خلصنا الشرح، وإن شاء الله بإذن الله تبقى نتقابل في درس تاني أو في حل تدريبات. ما تنسوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.